الزمان 1968. المكان إحدى صالات البلياردو في القاهرة، بيتقابل فيها إبليس في صورة بني آدم مع غريمه اللدود يحيى المنقباني. الاتنين ضباط في وزارة واحدة ودفعة واحدة، لكن يحيى خرج عن الخدمة بقضية رشوة متلفقة له، وعمر الألفي لسه في الخدمة بل وبيترقى كمان وكمان. طب ليه عمر بيزور يحيى في صالة البلياردو؟ وليه أساسا بيتقابلوا وبيتكلموا الكلمتين دول؟ وفي آخر الكلام بتلاقي عمر بيقول ليحيى الجملة دي: بالمناسبة لو اتقابلنا تاني أنا اسمي عمر بيه. كل الأسئلة دي موجودة عشان لما تشوف آخر مشهد في الفيلم ما بين الاتنين دول وتسمع الجملة دي من يحيى ما تستغربش. عامل زي إبليس لما ربنا طلب منه نسجد لآدم رفض وتكبر فبقى شيطان. طبعا يا شقيق انت يا تهت مني يا تهت مني، ملهاش تالت. بس الحقيقة مش أنا اللي توهتك، اللي توهني وتوهك وتوه نفسه هو داود عبد السيد. داود عبد السيد اللي قرر بكل جرأة وفلسفة يناقش كل أفكاره وصراعاته وتناقضاته في الدنيا في الفيلم ده، فيلم أرض الخوف. فيلم أرض الخوف يا شقيق لما تشوفه على موقع IMDb هتلاقي تصنيفه جريمة ودراما وإثارة، واخد ريت حوالي 8.2 من 10. لكن في الحقيقة بقى لو بصينا على الفيلم ده بنظرة تانية خالص، نظرة بنحاول نفهم فيها سبب عمق وتواريخ السردية اللي عملها داود عبد السيد، وسبب أداء أحمد زكي التمثيلي في الفيلم بالشكل اللي يخليك تفضل محتار وشاكك وقلقان زيه كده بالظبط، هنكتشف إن إحنا قدام فيلم فلسفي ووجودي من المقام الأول. مبدئيا كده الفيلم ده ليه 3 أبعاد، أولهم هو البعد السياسي، وتم ربط البعد السياسي ده ومزجه بالمخدرات وتطورها عبر الزمن. تانيهم هو بعد ديني ورمزي، وتم خلقه من دخول يحيى المنقباني